السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم زوينه يا رب واحوالكم طيبه. حبيت نمسي عليكم ويا رب تدخل علينا وعليكم هاد السنه ان شاء الله بصحه والهنا وراحه البال وزياده الرزق ونجاح لوليداتنا ووليداتكم، واللي عنده الام ديالو والاب ديالو باقي عايشين تهلاو في الوالدين، راه هما سوارة الربح في هذه الدنيا. تهلاو فيها معناها ماشي ماديا، تهلاو فيهم معنويا، سولوا فيهم، استمتعوا معاهم، جلسوا معاهم، عطيوهم حقهم في وقتهم في الكلام ديالهم، نزلوا لهذا المستوى التفكير ديالهم. اللي كيكبروا الوالدين راه تيوليو بحال الوليدات الصغار، اقل كلمه كتاثر فيهم، وكنتعاملوا معاهم بحال اللي كنتعاملوا مع لي بيبي. الله يخليهم لينا ولا يخطيهم علينا يا رب. انا جيت اليوم هذا دايره عشوه خفيفه ظريفه البنات بغاو البيفتيك، دونك قطعتهم ليهم، هما كيبغوا بهذه الطريقه بحال الشاورما، قطعتهم ليهم جوليان او صبيعه رقاق. جايبه معايا القزبور ومعدنوس عند الجزار، قزبور ومعدنوس بلدي. انا ما كنلوش هذوك الرويصات ديال القزبور ومعدنوس، ملي كنبغي هذا نستعمل القزبور ومعدنوس ندخلو الكونجيلاتور. هذوك الرويصات انا كنغسلهم مزيان بالماء بارد والخل وكنفرشهم هكذا البيفتيك. انا بعدا بنياتي ما كيبغيوش ليا القزبور ومعدنوس ديجا، واخا كنحطو كيبقاو يديروا ليا بحال المختبر شنو هذا، كاينه البصله كاينه مطيشه كاين هذه. دونك ملي كنحط لهم هاد العريشات ديال القزبور والمعدنوس كيرخيو ديك البنه ديالهم وكيرخيو ديك الفيتامينات ديالهم، وهذا هو المطلوب. ماشي ضروري ياكلوا قزبور ومعدنوس، بركه الا هذوك العريشات رخاو ديك البنه ديالهم وديك الطيبه ديالتهم في البيفتيك او في الدجاج او في اللي نتوما كتصوبوه. دونك هنا راه مازال ما درتش التوابل، وجيت نوريكم انا يعني مده هذه وليت كنستعمل الملح الصخري او الملح الهيمالايا. كاين في لي غروند سورفاس او عند العطاره في المغرب او هنا في كارفور لو كلير، كاين حتى عند اكسيون. وجبت هاد الرينبوي بيبر كورن زوين، تيكون فيه قزبور يابس والملحه والبزر الكحل او الفلفل الاسود اللي كنقولوا عليه، وشويه ديال هذا شويه ديال الفلفله الحاره. دونك هما دي زيبيس اللي هذا مخلطين هذا بالملح الصخري، كيجي زوين كمذاق، ماشي اول مره كنجربو. دونك اليوم كنت فاكسيون لقيتو عاود جبتو معايا. كنتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلبكم، وميم طون كنتمنى لكم امسيه سعيده، وكنقول لكم شكرا للناس بزاف اللي كتكتب لي كومونتير زوينين، شكرا على التعليقات اللي كيجيوني، شكرا على المحبه ديالتكم. كما نتوما تبغيوني في الله حتى انا كنبغيكم بزاف بزاف. قناتكم قبل ما تكون القناه ديالي. كنتمنى لكم الصحه والهنا، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو تاني ان شاء الله. واحد المعلومه، الا كنتي غادي تردي اللحم اخر دقيقه، انا ما كنستعملش لا كوكوت بزاف، قليل جدا. دونك كندير واحد العظيم ديال التمر، دائما مخبيه انا العظيمات ديال التمر عندي في الكونجيلاتور، ما كنرميهمش. حتى كمشروب سحري للارق، الناس اللي تيكون كيجيها لو ستريس بزاف والارق ما كتقدرش تنعس، فهاد ما تاخذ داك الدواء ديال الناس ولي زونتي ديبريسور هذوك ما كنصحش بيهم. كتاخدي دوك العظيمات ديال التمر ديالك، كتغسليهم مزيان بالماء بارد وديرهم في كويس، وتغلي الماء حتى يكون غليان نيت، وتكبي على داك 4 ديال العظيمات ولا 5 حسب لاطاس اللي عندك او حسب الكاس اللي عندك، وكتحلي بالعسل ماشي السكر وكتشربيه. زوين بزاف. كيعطي واحد الراحه، كيعطي داك الشعور ديال النعاس، وكيساعد ديك لا هذا الهرمون ديال النعاس باش الانسان ما تيكونش يجي ديك الارق، زياده على ليتيزا اللي كناخذوا العظيمات ديال التمر حتى هما راه مزيانين. دونك كنقول لكم مع السلامه ومسيه سعيده.